أكثر ما يؤلم في الحياة ليس تغير البشر، بل اكتشاف حقيقتهم القاسية بعد أن منحتهم كل الثقة بطيبة قلبك. تفتح لهم أبواب روحك، تمنحهم الأمان، فتجد في النهاية أنهم لا يستحقون سوى الجدران المغلقة والقلوب المحصنة. الخيانة ليست مجرد طعنة في الظهر، بل درس قاس يعلمك أن الطيبة في عالمهم تفسر كضعف، والثقة في نفوسهم تعتبر فرصة للغدر. مع مرور الوقت تدرك أن الأقنعة التي يرتديها البعض لا تسقط بسهولة، تحتاج إلى صدمات وحقائق تظهر ما كان مخفيا. ولكن الأصعب أن تدرك أن من كنت تراهم سندا كانوا في الحقيقة عبئا يثقل كاهلك. لا تدع هذه الخيبات تكسر قلبك. لا تعود أبدا إلى علاقة واجهت فيها الخيانة حتى لو كنت تهتم بها كثير، فقراءة الكتاب مرتين لا تغير النهاية، وليس من الضروري أن تشرب كل مياه البحر لتعرف أنها مالحة. إذا خانك شخص ما مرة فسوف يخونك مرارا وتكرارا. لا تنخدع بأعذاره أو وعوده، أنت تستحق أفضل من أن تعاني من أجل شخص لا يحترمك. فالحياة ليست سهلة للسماح لشخص ما بالمبالغة في ذلك من أجلك. هناك أشخاص يحبونك ويدعمونك، ابحث عنهم وابتعد عن من يؤذيك، فالعلاقات السامة تضر بصحتك العقلية والجسدية. إنهم يمنعونك من الازدهار وتحقيق أحلامك. لديك الحق في أن تقول لا وتضع حدودك وتحمي رفاهيتك. لديك القدرة على الهروب من علاقة سامة وإعادة بناء حياتك. لديك الحق في أن تكون سعيدا ومحبوبا. لا تدع أحدا يجعلك تعتقد خلاف ذلك. حياتك هي حياتك وليست لشخص آخر.